تسيب الموضوع كده، المحكمة بتشوف مكان آمن للأطفال وقريب منهم، يعني يكون مثلًا نادي أو مركز شباب أو حدائق عامة، يبقى موجودين فيها موظفين بيثبتوا حضوركم وعدم حضوركم، علشان يمكن الأب والصغار من الرؤية، وده بيبقى في حدود 3 ساعات في يوم واحد أسبوعيًا، يعني بيبقى ليك يوم واحد غالبًا بيبقى يوم الجمعة والسبت علشان القاضي بيراعي ظروف الدراسة الخاص بالأطفال. ونيجي لأهم جزء وهو إن الحكم الرؤية ما اتنفذش. في الحالة ديًّا الأم أو الحاضنة مش بتتعرض لأي عقوبة. طبعًا لازمًا نوضّح إن في الحالة دي هي بتتعرّض لعقوبات كتيرة. أول حاجة لازمًا نثبت الموضوع ده، نثبته إزاي؟ نثبته عن إنّك أنت لمّا بتروح النادي أو مركز بالشباب، بتثبت عند الموظف الموجود هناك إن الأم أو الحاضنة لم تحضر، وكمان بنبعت لها إنذارات إن هي امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية، واللي بناءً عليه بنثبت سوء نيتها في حالة عدم حضورها، وده اللي بيترتب عليه إن إحنا بنرفع دعوى إسقاط الحضانة. بمعنى إن الأم دي بتكون حاضنة، أي الأطفال في حضانتها، فالقانون بيحرمها من هذه الميزة وهذه الخاصية علشان هي ما نفذتش حكم الرؤية، وتعندت للإضرار بالأب والأطفال، والأكبر من كده إن هي كمان ممكن تتحبس، وكمان ممكن ترفع عليها دعوى تعويض لأنها أضرت بيك وأضرت بالأطفال. فزي ما قلنا دعوى الرؤية مخصصة للأطفال إن هم يشوفوا أبوهم أو الأم أو الجد أو الجدة زي ما بينا الأشخاص المعنيين بدعوى الرؤية، فالإضرار بالأطفال وحرمانهم من إن هم يشوفوا الأشخاص دول للأسف بيسبب ليهم أضرار نفسية، ويحق ليك إن أنت تطلب